بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز كريازي 4 شعلة. نار الشواية شغال لكن مش بتولع، بتطير النار بعيدة خالص. يعني اللي يشوف يقول مطفية خالص، لا ده انا فاتح كده الغاز، انا كده فاتح الغاز اهو، بتلقط معايا وبتطفي، تلقط معايا وبتطفي. ده عيب زي اللي بيقولوا عيب خبيث، يعني قليل من الناس اللي تعرفها. فلازم يكون صنايعي بوتاجازات يكون خبرة في حاجة زي كده اهو، لان مش بالسهل احنا عرفنا العيب ده، لا. فما الشوايه دي مربوطه بمسمار واحد من قدام، بنحله المسمار سن صاج، فنخبط على الشوايه كده ننضفها شويه. وده مش ده جزء من العيب، لكن مش هو ده العيب، مش هو ده العيب. والفونيا هجربها دلوقتي برضو. الفونيا هتلاقيها سالكه، مش عيب فونيا خالص. هوريكم النار اهي، اهي النار سالكه ما فيهاش اي حاجه. العيب كله في الماسوره، العيب كله في الماسوره، في حته الصاجه اللي فوق الماسوره دي. الصاجة ديت تحتها خرام، الخرام دي قفلت، الخرام قفلت سوا. عشان تسلكها لازم تشيل حتة الصاجة دي وتروح تلحمها تاني، لكن مش هتنفع تشيلها. هتروح تلحمها عند سنكري بتاع السيارات، لا احنا هنعمل حاجة كده. بنجيب شاكوش ونجيب مفك عادة، ونقرب الشاكوش على الماسورة اللي في النص، وبنرفع الشفة بتاعة الصاجة دي. زي ايه؟ زي انسان مثلا ماسك خرطوم ميه ودايس عليه جامد، فبيرمي بعيد، فهو عايز يرمي قدامه، فده بيرمي بعيد. فلما بيخف ايده من على الخرطوم بيسلك الخرم بتاع الخرطوم، فبيدي الميه اللي هو عايزها. دي نفس القصه. فاحنا بنفتح سكه للغاز عشان الغاز يطلع زي ما احنا عايزين، يطلع يتفرد على الصاجه بتاعت الماسوره دي، والخرام اللي تحت كلها تبقى ايه؟ مولعه. احنا بنفتح الشفتين اهو، شفه ديت والجنب التاني اللي هي مش بتطلع من الجنبين اهو. عملت جنب، اعمل الجنب التاني. مهم جدا يعني. في ناس بتغير الماسوره، هي هتغير الماسوره هتشتغل، لكن دي الماسوره الاصليه وشغاله مفيهاش اي حاجه. فهي مع مرور الوقت الخرام اللي تحت الصاجه دي بتتسد، بتتقفل. وممكن مع الخبطتين دول تكون سلكت شويه، ولكن مش هتشتغل تاني برضه. يعني لو اشتغل هتشتغل جزء بسيط، لكن الطريقه اللي انا عملتها دي الخرام كلها هتشتغل، هتبقى زي كانه لسه جاي جديد. الخرام كلها هتشتغل عادي. فانا بجرب كده بس، معلش اللي كان بيصور غفلت عنه. فانا برضو ايه هوريها لكم بعد ما اربط المسمار، لان انا جربتها قبل ما اربط المسمار اشتغلت تمام. فانا هربط المسمار بتاعها اهو، مسمار واحد بس اللي ماسكها من قدام. فالمسمار ده لو جامد وانت بتحل بتدق دقيقتين عليه كده اهوت، بتحركه يتحل معاك على طول. ربطت اهو. نجرب. افتح الغاز ده على انبوبه، لو غاز طبيعي كانت حته سلك معين في الماسوره وعالجت المشكله، لكن ده انبوبه ما ينفعش احط سلك معين، ما ينفعش. لازم الطريقه اللي انا عملتها ديت عشان تشتغل. شغاله اهي تمام. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.